أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة جولتنا هتكون في منطقة جميلة جدا في اسكندرية، من الأماكن الحلوة. هنكون في منطقة الحضرة القبلية. طبعا في الحضرة، منطقة الحضرة، في الحضرة القبلية، وفي الحضرة البحرية، وفي كمان الحضرة الجديدة. احنا جولتنا هتكون في الحضرة القبلية، من الأماكن الجميلة قوي في اسكندرية. طبعا اسكندرية جميلة في كل مكان، سواء منطقة راقية جدا أو منطقة شعبية. الشارع ده اسمه شارع المفتش، واللي قدامنا دي مجموعة فيلل اسمها فياني. دي جولتنا النهاردة في الفيلل دي الجميلة دي، اللي هي شبه الشاليهات. الحقيقة التصميم ده في اسكندرية مفيش شبهه خالص في اسكندرية. والشارع ده اسمه شارع ابن رحمون. الفيلل دي كانت لصالح الجمعية الإيطالية اليونانية باسكندرية، وبناها شخص كان عايش في اسكندرية، كان أيرلندي، وكان متزوج من إيطالية. الكلام ده كان في خلال الحرب العالمية الثانية، وبنى المكان ده لصالح العمال والموظفين والجاليات الإيطالية واليونانية اللي كانوا متواجدين في اسكندرية، وتحديدا في منطقة الحضرة، لأن كانوا الطلاينة كانوا متواجدين في منطقة الحضرة، لأن هم افتتحوا مصانع واستوديوهات ومستشفيات، وعملوا حاجات كتيرة جدا. ومنها على سبيل المثال مصنع شركة كورونا. دي كانت أول شركة شوكولاتة في مصر، اللي أسسها اليوناني تومي خريستو، هو اللي جاب صناعة شوكولاتة في مصر. وكمان الطليان افتتحوا أول شركة إنتاج سينمائي في تاريخ مصر، وأول استوديوهات تصوير كان في منطقة الحضرة سنة 1902. وكان مكان الاستوديوهات دي كانت سينما الحضرة. يعني الأول كانت استوديوهات وتهدت، وبعد كده عملوها سينما الحضرة، وسينما الحضرة اتهدت في التسعينات، وعملوا مكانها دلوقتي أبراج عالية جدا. والطليان كمان افتتحوا أكبر مستشفيات للجالية بتاعتهم في خلال الفترة دي، يعني بعد الحرب العالمية الثانية. المستشفيات، مستشفى الإيطالي، وهي موجودة لحد دلوقتي. والفيلل دي اتسمت باسمه فياني، لأن هو الحقيقة بناها من أمواله الخاصة كعمل خيري، يعني للعمال والموظفين اللي كانوا بيشتغلوا في المصانع والشركات في منطقة الحضرة. طبعا كلنا شايفين قد ايه الفيلا الجميلة وراقية قوي، والتصميم بتاعها مفيش زيه في اسكندرية. على فكرة المداخل بتاعتها بتبقى من البلكون، يعني كل فيلا الدخلة بتاعتها أو باب الشقة بمعنى أصح من البلكون بتاعتها، سواء الدور اللي تحت أو الدور اللي فوق. الحقيقة المكان اختلف كتير جدا، الشارع كله اتشجر وبقى حلو جدا. عايزة أقول لكم إن كل فيلا ليها جنينة لوحدها. الدور الأرضي الجنينة بتاعتها من الخلف، أما الدور اللي فوق اللي بيطلعوا له بسلالم الجنينة بتاعتها من هنا من تحت. المكان راقي قوي. دلوقتي إحنا من الخلف، يعني الشارع الموازي لابن رحمون من الخلف بتاعتها ده اسمه شارع الفلل من ورا، يعني نفس برضو الديزاين، نفس الفلل ونفس الشكل، بس يعني هنا الشارع مش متشجر شوية. المكان هادي جدا جدا، والناس جميلة قوي الحقيقة. قابلتني ست جميلة قوي ساكنة في المكان، وقالت لي اتفضلي، وخلتني ان انا اصورت. كان نفسي اصور مكان او اصور لكم فيلا. الحقيقة قالت لي تعالي وصوري. انا حابة ان انا اشكرها جدا جدا جدا. الحقيقة عزمت عليا وقالت لي تعالي اتغدي معايا، ومصممة جدا جدا ان هي اقعد معاها. وفعلا انا دخلت من كرمها ومن ادبها ومن اخلاقها العالية. انا بشكرها الحقيقة.
ده المكان، دي الفلل. بندخل بنلاقي زي مثلا صالة كبيرة حلوة، والمكان هو عبارة عن أوضتين كبار. هنا بحمام بمطبخ، هنا أوضتين، دي أوضة والتانية أوضة، وكمان هنا الحمام، ومن هنا المطبخ. عايزة اقول لكم ان المطبخ كمان ليه باب بيطلع على، المفروض فيه جنينة، المفروض دي جنينة، واللي حابب يعملها أوضة أو اللي حابب يعملها قاعدة كده حلوة. وفي ناس كتيرة قوي مقفلاها وعاملاها زي أوضة نوم أو أوضة يعني، ومقفلينها. ده المكان من جوه، المكان صحي وجميل. يا ريت نحافظ على الفلل دي، لأن دي يعني بتشهد على تاريخ إن اليونانيين والطلاينة كانوا عايشين في المكان ده. يا ريت نحافظ عليها. دلوقتي هيبقى معانا الأستاذ علي من قاطين المكان هنا، هيكلمنا أكتر عن المكان. اهلا وسهلا ان شاء الله. علي زكي. الفيلا قاعدين فيها بقالنا، ما انا اتجوزت وانا سايبك وانا هنا، وانا قاعد معانا يمكن من سنه 50 سنه. حوالي 54. الفيلا اللي جنبينا دي فيها ايطاليين، وفوقيهم برضو ايطاليين برضو شغالين في السفاره الايطاليه، واللي بعديها بقى في اللي هم الاجانب، وبعدين اتجوزوا مصريين واحفادهم بقوا مصريين قاعدين. في لسه باقي الاجانب اللي موجودين. لا ما حدش بيبيعها. هي اساسا الفيلا بايجار، مؤجره من كنيسه سانت كاترين. فلو حد مثلا مسافر ولا هيهاجر ولا كان عايز يتنازل لحد، يتنازل عن عقد الايجار، بيروح الكنيسه وبيتم التنازل ده. لا كل الديزاين هو فوق زي تحت. المساحه بالجنينه دي والجنينه دي حوالي 70 متر. في جنينه قدام وجنينه ورا، على بعضيه حوالي 80. مباني على 50 متر. اوضتين وصاله، ما تخش بتلاقي صاله وبعدين اوضه واوضه وحمام ومطبخ. وجميلك منه طبعا في الوش في كنيسه سيدة العذراء، وجنبيه في الملجأ. فتحس وهنا فيلا، فتحس ان الجزء ده يعني فيه هدوء اكتر من اي مكان. احنا عملنا فكره هنا، الفيلا كانت متهالكه وكانت عايزه صيانه، فابتديت انا بالفيلا اللي عندي عملت لها صيانه من بره، كان شكلها جميل. فلقيت جاري من هنا وجاري من هنا وجاري، والنبي دي نعملوها جنبيها ودي نعملوها جنبيها، لغايه اما الفيلا كلها عملنا لها صيانه وبقت شكلها جميل وحلو. ابتدينا بقى نحط زرع هنا وزرع هنا، كل يوم حته مع حته، لقينا المجال واحد. هو جميل اما تسهري بالليل هنا تلاقي قاعده بالليل روعه. اما تشوف الصبح بعد صلاه الفجر كده تحس ان انت في دنيا ثانيه، ماله الروعه بتاعت الهدوء.